لطفي غارس يقول لكل أحرار وحرائر تونس: إذا وجدتم جزائرية أو جزائري يتألم فساعدوه على الانتحار. الناس هذوما أو أشباه العباد، حاشا السلاح طبعا في الجزائر، أقسم بالله العلي العظيم لو كنت على رأس حكومة تونس، أقسم بالله العلي العظيم أعطيهم ساعتين لإطلاق سراح جميع التونسيين. أنبوب الغاز الذي يمر على بلدي في اتجاه أوروبا، وبه أضغط على أوروبا لتضغط على هذه الشرذمة من العباد لتسجن كل كبرنات فرنسا بالجزائر. وتنبوب الغاز بركة لو كان عندنا راجل يحكم في تونس، لكن للأسف الشديد أشباه الرجال التي تحكم في تونس وأشباه الرجال الكوادر الذين يحكمون في جنودنا وجيشنا وضباطنا الأحرار، لأنهم كانوا يحملون قوارير من الزيت. قال لك كونترا تهريب يدخل لتونس. اي نعم، وينكم يا صناديد؟ وينكم يا صناديد؟ لو قلبي يغلي. أولاد الأمهات الزانيات العازبات لعنة الله عليكم إلى يوم الدين. أقسم بالله تونس سأعلن الحرب عليكم، وقسما عظما بالله العلي العظيم 24 ساعة نوصلوا الوجدة ونولوا في الحرب. J'espère que vous allez bien. الزلفلاون شفنا من بعضنا خطاب الأمة للطفي الغرس، ولطفي الغرس طلع البارح ولا ورا البارح ودار خطاب للأمة التونسية وطالع ويهدد ويتوعد. لطفي الغرس يما كنت عندك يومين قاعد تطالع وتبكي وتنوح، ها؟ لطفي الغرس كملتي المحاضرة تاعك؟ تصوروا يا ناس، هذا هو المرشح للرئاسيات التونسية، هذا حاب يترشح للرئاسة التونسية، حكينا عليه ومش راح نزيدوا نحكيوا على لطفي الغرس. هذا قال لك لطفي الغرس طالع ويهدد ويتوعد، قال لنا الأنبوب الغاز اللي يمر على الأراضي التونسية وأكيد مش بلاش، قال لك نوقفوه ونستعملوه ورقة ضغط على الحكومة الجزائرية. هذا قال لك نوقفوا الأنبوب الغاز الجزائري يمر على الأراضي التونسية ويروح لإيطاليا، قال لك تستعملوا تونس ورقة ضغط على الجزائر. قول والله أول شيء الأنبوب الخاص بالجزائر إلى إيطاليا قريب يكمل اللي يمر ديريكتومون لإيطاليا، على ما أول شيء نفس قضية الأنبوب اللي كان يمر على المغرب ودرنا أنبوب باش يروح لإسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط. الجزائر عندها استراتيجية، واستراتيجية كبيرة عليك وعلى اللي جابوك. هاي الوقاحة تاعو طالع ويسب بأبشع الصفات. هذا تصور راح يترشح رئاسيات، يتكلم كلام شوارع، وقال لك أنا كون جيت حاكم الدولة التونسية أنا ندخل نحتل الجزائر إلى وجدة. تصور باش لطفي الغرس باش يا لطفي الغرس باش بالحماية المدنية اللي عندك لنص هرايب، باش بالمديونية اللي عندك، بربع عباد اللي عندك، باش بالمساعدات الاتحاد الأوروبي هكا بالقطاع القديمة، باش عندكم 4 أفارقة داروا لكم الرعب في البلاد. شي تهدد انت في دولة مثل الجزائر، تهدد دولة كبيرة مثل الجزائر، شي يهدد باش منين تجيب الغاز؟ منين تجيب الكهرباء وتجيب الغاز؟ باش هكا تجيب فيه من اذربيجان 30% من الغاز اللي يجيبوه من اذربيجان، زيدوا تعاودوا تصفيوه. والغاز الجزائري داخل ديريكت عندك، وعندكم جارة الجزائر هاي تمد لكم في الغاز، ماهوش بلاش لكن في تفاضليات. الناس كيما هذم راح يجروا عليكم. التونسيين صح نتعاركوا على الماكله ونتعاركوا على القفطان والجبه مش مشكل، لكن لما تزيدوا السقف هنايا راح تكون هناك داعيات كبيره خلاص. وهذا الموضوع راح نحكي فيه. انا نتعارك معاكم ما نحبكمش وانتم ما تحبونيش صراحه، نتعاركوا على الجبه، نتعاركوا على الكستي، نتعاركوا على هذه الامور، ما عندنا حتى مشكل. بس باش تطلعوا السقف، انا شفت عندي يومين وبعثوه لي اللايف، انا ندائي للسلطات التونسيه
ندائي للسلطات التونسية على اللايف اللي داروه عنده 3 أيام، إذا لم تتدخلوا وتوقفوا الاعتداءات عليكم التدخل وتدخل فوري، لأن اللايفات اللي يفتحوا فيها تعداوا السقف، أمور خطيرة جدا على دولة مثل دولة الجزائر. نتهاوشوا نتعاوركوا على الأكلة على الماكلة على الموروث الثقافي، ما عندنا حتى مشكل، لكن لما يوصلوا يفتحوا لايف الدولة التونسية ويسيئوا إلى رموز الدولة الجزائرية، من بينهم شهداء الجزائر، طلعت واحدة وتتكلم بكل سوء على رمز من رموز الدولة الجزائرية وهم شهداء الجزائر، حسيبة بن بولعيد، واحنا عند حسيبة بن بولعيد بالنسبة للجزائر هي تاريخ إهانات، سب، قذف. هذا ندائي للسلطات التونسية، عليها أن تتدخل ولا تحملوا العواقب، وإلا تحملوا العواقب. وندائي ثاني للمحامين بالجزائر والمجتمع المدني بالجزائر والمحامين بالجزائر، أنهم يتدخلوا ويرفعوا على 4 أو 5 عباد اللي طلعوا على اللايف عندهم 3 أيام يهينوا في رموز الدولة الجزائرية. وأنا قلتها، احنا قلتها، أنا شخصيا دائما نطلع وندافع على بلادي وما نحبكمش، لكن مستحيلات السبع اني نمس مقدسات الدولة التونسية، رموز الدولة التونسية، او نطعن في شرف التونسيين او جامي تلافي، ومستحيل نتقبلها، مستحيل نقبلها. انا شخصيا مستحيل ندنا لها، مستحيل ان نوصلوا الخطوط الحمراء وان نهينوا رموز الدولة سواء التونسية او الجزائرية. خط احمر هذا. نداء اخر الى السلطات التونسية انها تتدخل في اللايفات اللي داروهم عندهم 3 ايام ولا 4 ايام. دوك نحط لكم جزء من اللايف وانا نطلب السماح من الجزائريين، لاني انا عندي ناس محترمين جدا في الصفحة، محترمين جدا. انا عندي ناس في الصفحة امهات، سيدات اعمال، رجال محترمين جدا، عيب انهم يسمعوا الكلام هذا، ولكن راح نحط الكلام هذا. اسمحوا لي وشوفوا واحكموا بنفوسكم. اذا ندائي لكل المحامين تاع الجزائر والمجتمع المدني انه يتدخل فورا ويرفع عليهم قضيه اللي طلعوا في اللايف اللي عندهم 3 ايام 4 ايام، وللحكومه التونسيه انها تتدخل وتوقفهم. اذا اسمعوا معي اللايف. يا ولد حسيبه البنياطه برا مشي يا عمبوك وبولي جيبك. السلام عليكم. وعليكم السلام. يكب ساعدك يا اللي بنت ابوك.